الطبق الجميل ده يا جماعة ده كسكسي بيتي كده من الألف للياء، ومعايا هوريكم ازاي نقدر نعمله كده بكل كده بساطة وسهولة وبدون تعقيدات. بس هو محتاج كده خطوات كده جميلة عشان تقدري تاخدي نتيجة كويسة. طبعا بنقدر نستخدمه حادق وحلو. هنا طبعا برش عليه سكر بودر. وهنا معاكي برضو اللبن، انا عاملاه بطريقه يا جماعه ما تشرقش، عملت له تركه كده واضافه معايا هتعرفوها جوه الفيديو. الاضافه اللي انا ضفتها ليه بدون ما يشرق. طبعا هنا انا قلت ادوق كده، بس بالنسبه لي كان برضو محتاج شويه سكر. هنبدأ بقى كده ارش عليه بقى جوز الهند على المكسرات المتاحة عندك، اي حاجة موجودة، جوز هند، زبيب، سوداني. مش حابة بلاش خالص. ممكن في ناس بتحب تضيف له هنا لبن، طعمه برضو باللبن طعم جميل ومختلف، وزي ما بيتباع بره في المحلات. وهنا هتلاقي نفسك عملتي كسكسي بيتي، وحاجة انتي عارفة هي ايه ومعمولة ازاي وضمناها. جميل جدا وبدون اي تكتلات ومخرز وجميل، عشان الاضافات اللي احنا عملناها خلت الدقيق بتاعه ينفش ويبقى جميل. بصوا هنا بضيف عليه سكر بودر شوية كده، بتوصى بيه عشان احس كده بالطعم الحلو بقى. ما احنا كده بناكله حلو، فيا ناكله حلو كويس معقول يا بلاش بقى. فهنا جميل طبعا. وممكن برضو تعمليه بقى مع شوربة او اي حاجة انت حابة. في ناس بتاكله على فكرة يا جماعة بكفتة الرز، يعني انا اعرف ناس كانوا بيحبوه جدا يعملوه معاه كفتة الرز كده بالصلصة بتاعته، بيقولوا بيبقى جميل جدا. انا بصراحة ما جربتوش، فان شاء الله نجربه برضو مع بعض. تعالوا يلا نعمل حاجة كده مع بعض سوا، وهقول لكم على التركاية او الخطوة بتاعتها. هنا بنعمل يا جماعة كسكسي. طبعا دي نخلينه وجهزناه، وهقول لكم على الحاجة اللي ممكن نضيفها ليه عشان وانتي بتاكليه ما يشرقش. هنا طبعا المية معايا، بجهز كده مية واحط فيها معلقة، يعني على لكل كوبايتين مية كده بضيف فيها نص معلقة ملح، وهنا نص معلقة خميرة. يا جماعة خميرة. وهضيف كمان بيكنج باودر، بس هنا اللقطة ما جاتش بتاعتها على برضو المية، ان انا بدوب الحاجة برضو فيها، ودي اللي بتخلي الحباية تنفش كده وتبقى جميلة، ما تبقاش مكتومة. واحنا بنعملها بأسهل طريقة في الكبة. معاكي ان هو بيحتاج شغل، بس في الاخر بتاكلي حاجة بيتي كده جميلة. والسوا بتاعه بيبقى هايل جدا وتحفة، وما بياخدش يعني برضو يعني هقولك ما بياخدش شوية بقى ياخد شغل، بس مش زي الاول بقى. كنت الاول مثلا تاخدي الحاجة دي على ايدك كده في الغربال بتاع بصي هنا بضيف المية لحد ما احس ان الدقيق زي الرملة كده. طول ما انت شايفة علامة للدقيق اللي هو لسه ما تحولش لرملة، بتضيفي مية من فتحة الكبة كده واحدة واحدة، يعني معلقتين كده بمعلقتين. بصي اهو بوقف لحد وتفتحي وتبصي برضو عليه وتشوفيه، تلاقيه اهي المية اهي بقول لك اهي. وطول ما انت بتتابعيه كده وتلاقيه ان الدنيا تمام والدقيق اختفى تماما مفيش اثر للدقيق، يبقى احنا كده تمام. ببدأ بقى هنا. طبعا انا لازم هستخدم برضو الغربال عشان بعدي الخلطة دي او اللي انا ضربته في الكبة ده عليه، وبايدك كده وتفضلي كده معاه لحد ما تحاولي ينزل معاكي. طبعا بصوا هنا فتحت كده بضرب برضو وابص بلاقي خلاص كده هنا تمام، ومش شايفة اثر للدقيق معايا، يبقى كده وتحول زي دقيق رملي. جهزت هنا الصينية والغربال بتاع الكسكسي اللي زي ما احنا عارفين كده. وزمان كانوا الأول يقعدوا بإيديهم في الدقيق والمية واحدة واحدة لحد ما يبدأ يعني الدقيق يتوه معاهم، ويبدأوا يعني بإيديهم شوية. لا هنا الكبة بصراحة سهلت شوية برضو الحاجة علينا. وهنا ببدأ كده اروح واجي بايدي على الحاجة. طبعا يا جماعة ما ينفعش في اللقطة دي جلافز خالص، لان ده سلك
السلك ده يعني مش عايزه اقول لكم في الاخر يعني كده في الدور كده الاخير راح معورني يعني، فهيقطع الجلافز ولا له اي لازمه ومش هيبقى له خالص. خلاص هو هيتقطع معاكي فمش هينفع خالص. طبعا هنا بيبدا بص النعمه كده بتنزل، بيبدا معايا شويه كده ايه، تحسيهم ان هم يعني ايه مكلكعين شويه كده. هنعمل فيهم ايه؟ مش هنسيبهم، لا هنضيفهم تاني، نرجعهم في الكبة. وهنا هضيف عليهم معلقة دقيق. ليه؟ لان دي تحسي ان هي ايه، يعني ممكن تكون فيها سنة مية زيادة، عشان كده هي كلكعت وما نزلتش من الغربال. بضيف هنا كده عليها معلقة دقيق واعيدها تاني في الكبة واضربها تاني. انتوا هتلاقوها فكت بصوا فكت اهي، من غير بقى لا كلكعة ولا اي حاجة. وبرضو هنزلها في الغربال بتاعها وهتلاقوها نزلت بقت سهلة جدا وما فيهاش اي تعقيدات خالص ولا كلكعة، وهتبقى جاهزة معانا. بصوا هنا اهو، يعني الحبة دول حاجة صغيرة خالص قد كده، يعني معلقة صغيرة. بروح وباجي كده عليهم بايديا بحيث ان انا انزلهم من باقي الغربال. هنا بصوا خلاص نعمت جميلة اللي نازلة كده هنا معانا دي كلها ناعمة اهي، مفيش اي تكتلات ولا في اي حاجة. ده اللي هنضيفه بعد كده، هنكمل عليه برضو تاني وهنعمله في البخار في المصفى بتاعته. وهنا برضو هعمل لكم كمان مرة كمان. ماشي، هنا كل طبعا المية ما بتقل معاكي بتزوديها تاني، وهو البودر اهو الابيض ده مع الحاجة والخميرة وتضربيها، بتخلي الحباية يا جماعة تنفش وتبقى جميلة كده وما شرقكيش لما تيجي تاكليها. وطعمه بجد هايل جدا وتحفة. طبعا اللي بيحبه باللبن وبالسكر البودرة يعني حلو وحادق، هو بيمشي معانا حلو وحادق. حلو بتحطي بقى عليه بتضيفي له بقى ايه، سكر بودر على لبن، الناس اللي بتحب تعمله باللبن. وهنا خلاص ببدأ اجهز بقى ايه الحلة معايا، احطها اللي هي بتاعه الكسكسي المخصصة بتاعته على النار لحد ما تغلي. وهقول لكم على باقي الخطوات اهو، بصوا مع بعض. اي حاجة تاني بترجعيها تاني تضرب تاني في الكب. وممكن بقى في ناس بتاكله كده بالشوربة عادي برضو، انا بصراحة بيمشي معايا كده وكده تمام، مفيش اي مشكلة. خلاص كده خلصنا المقدار بتاعنا. تقدري تقولي ان هو بياخد في الكبة على حسب بقى اي حجم كبة كل حد، يعني بتختلف المقدار اللي بياخد الدقيق. وبضيف عليه كوباية مية. هنا جهزنا الحلة معانا بالمية بس. وهقول لكم على باقي الخطوات معايا. اهم حاجة المية ما تحصلش المصفى اللي انا هضيفها عليها عشان بيبقى غلط. طبعا هنا خلاص المصفى معانا وعليها الشاشة بتاعتنا. واهم حاجة المية ما تكونش ملامسة زي ما قلت لكم المصفى خالص نهائي، عشان كده تخلي الحاجة تعجن معانا. الشاشة دي طبعا انا هنا اللي شغلاها، بقول لكم انا اللي شغلاها كده يعني مش شارياها، انا اللي شغله التروف بتاعتها. وخلاص كده هنا هسكن بقى الكسكسي اللي احنا عملناه في الغربال تمام. بس اهم حاجه انا هنا في المره الاولى انا نسيت ومليت هي المفروض لا تنقصي منها شويه، عشان هو الكسكسي اصلا بيزيد مع السوا، بيرتفع حجمه كده وبيزيد الحجم طبعا. ودي يعتبر كده اول ايه مره، يعني احنا لسه هنردده تاني. دي مش اول، دي مش مره وخلاص، لا انا هنا خلاص نزلته، دي كده اول مره بيبقى مكلبش قوي يعني اول مره دي ما تقلقيش منها، هو بيبقى كده. بعد كده بنبدا طبعا ما بنجيش جنبه ايده لان هو بيبقى يعني سخن جدا ما تقدرش تلمسيه بايديكي، فاضطريت برضو اردده فين في الكبه تاني، عشان انا مش هقدر كده اجي جنبه غير لما يبرد وهو مكتل جامد. الكبه بتساعدنا في الحاجه دي. خلاص عملناها وبضيفها تاني مره. واي حاجه بقى تقابلك كده في السكه اللي هي بتبقى حبيبات كده ايه تخينه قوي، وهنا بقى ايه نزلناه تاني مره اهو، بيبقى إيه مفرفر شويه عن المره الاولانيه جدا، وبينزل جدا اهو بسهوله بالسباتشولا كده معانا كده.
وهنا بنبدأ نتعامل معاه. بصي بضرب الاسباتولا اهو، بصي بتعمليه خلاص بينهار يعني، خلاص هو كده خلاص ايه، يعتبر ان هو بقى جميل. بس برضو هعمله مرة، هعمله 3 مرات يعني. دي المرة التانية خلاص كده، وانا فككته وانزله عشان اردده في بعض تاني، ويبقى ما يبقاش كله في اتجاه واحد. وخلاص هنا خلاص كله فك. واي كده وانتي ماشيه كده بايديكي اي حبايه كده تلاقيها ايه يعني متجمده برضو مفيش فايده فيها، خلاص شيليها، استثنيها واستغني عنها. تمام. هنا خلاص دي كده 3 مرة نزلته خلاص من الشاشة بتاعته، وكده خلاص يعتبر ان هو خلص كده وخد السوا بتاعه اللي هو يعني خلاص بقى مش محتاج اكتر من كده. ببدأ افرده على الصينية بتاعتنا، ولما يبرد خالص عبيه بقى في الأكياس بتاعتك. عايزة تاكليه بقى كده فريش كده وهو طازة مفيش مشكلة. يعني خلاص انت كده جهزتي الحاجة. بس اهم حاجة ما يتعباش وهو سخن، سيبيه يبرد خالص كده منك لحد ايه الجو، كمان الجو يعني فيه برودة، فمش هيغيب معاكي ان هو يبرد يعني. خلاص كده احنا بدأنا خلاص. بوزعه، بحاول اوزعه عشان يبرد بسرعة على الصينية كده واحدة واحدة، وبوريهولك كده ان هو خلاص كده كله تمام. حتى اي حاجة كده بتشيليها تمام خلاص بتستغني عنها. الاسباتيولا بتخليها خلاص، اللي بقى تلاقيها معصلجة معاكي لا خلاص شيليها من المقدار خالص. وزي ما قلت لك بيتاكل حادق وحلو يعني على حسب ما انتي حابه وانتي عاوزه. بقى هاتي اللبن بتاعك وهاتي مكسراتك المتاح عندك، زبيب، جوز هند، سوداني. مش عايزه خلاص اكتفيتي بالسكر والبودره، مفيش اي مشكله خالص. برش عليه كده سكر بودره ويبقى طعمه تحفه، ومع شويه لبن كده دافيين حلو قوي. هو كده كده خلاص. احنا هنا على فكره احنا هنا سخناه في طاسه الاول، واديت له حته قطعه زبده كده معاه عشان خاطر ابدا اكله. ما مش بيتحط كده لا، انت بتضيفي عليه الزبده بتاعتك في الجريل بتاعك كده، وتبدأي خلاص بقى ايه بتضيفيه كده في الطبق وهو سخن، وتضيفي الحاجة بتاعتك عليها. وألف هنا وشفا، ويلا جربوها والله. يلا لايك وشير يا حبيبي معايا، وألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. يلا جربوه وقولوا لي رأيكم فيه ايه. اي مكسرات عندك اي حاجة متاحة، متعقديش نفسك وما توقفيش نفسك على حاجة. ممكن سكر بودرة بشوية لبن، مفيش لبن برضو هو ما شاء الله هو مش هيشرق ولا بيعمل حاجة، مش محتاج ده، وطعمه جميل جدا جدا. يلا ألف هنا وشفا يا رب.